ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من ذا بريتش انجلش، ولسه بنكمل مع بعضينا سلسله مسلسل الفايكنجز. طبعا الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات كتير ليها علاقه بالاكسنت ومعاني كلمات جديده وان انت ازاي تنطقها وتقولها صح. طبعا ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت لو انت ما شفتهاش. حاول تكمل الفيديو ده للاخر عشان تستفيد كتير، ويلا بينا. It came about because of other people's actions. أنا في الجملة دي قال it came about because of other people's action. It came about because of other people's actions. كلمة came about معناها حصل، حاجة حدثت، وأنا بيقول لها إن ده حصل بسبب أفعال ناس تانية، فهو أعتقد إن هو قصده عليها هي يعني، فبيقول لها it came about because of other people's actions. طبعا كلمة about لازم تاخد بالك من البي، ما تقولش بي عشان في ناس بتقول about وده غلط. It came about because of other people's actions. And I did not become king out of ambition. And I did not become king out of ambition. And I did not become king out of ambition. And I did not become king out of ambition. فأنا طبعا معنى الجملة دي إن هو بيقول إن أنا ما بقتش ملك بدافع الطموح اللي كان عندي. إن أنت تيجي تقول مثلا out of أي حاجة دي معناها بدافع أو بسبب. I did not become king out of ambition. وخلي بالك كلمة out of ما تقولش out of، يعني ما تقولش I did not become king out of ambition، لا. I did not become king out of. ساعات كمان بتقول outer، ودي قلناها وشرحناها في الفيديوهات اللي فاتت، عشان تروح تشوفها. out of ambition، out of على طول مرة واحدة. I had no choice. I had no choice. I had no choice، ما كانش عندي اختيار. I had no choice. I had no choice. طبعا خد بالك من كلمة no، يعني هي بسيطة بس ما تقولش no، لا قول no. I had no choice. choice، ما كانش عندي اختيار. لو انت واحد من الناس اللي كملت الفيديو للاخر وعجبك الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وطبعا تسيب لي كومنت لو انت محتاج مثلا تسال اي سؤال او حاجه، او طبعا لو عندك اقتراح لاي فيلم او اي مسلسل نعمل عليه الفيديوهات الجايه. وما تنساش سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.